يعني الشيخ المعروف الشيخ محمد الخضري كان أحد شيوخ الأزهر. نقل عنه مصطفى صادق الرافعي في وحي القلم، يقول: جلست معه فيقول لي 30 سنة لم أصب بأي مرض. فلما يقول الرافعي سألته قال: أنا أقرأ في كل يوم 3 أجزاء من القرآن، 3 أجزاء من القرآن يختم في تقريبا في 15 يوم تقريبا. فيقول 30 سنة ما أصبت بمرض بركة هذا القرآن. من القصص اللي أعرفها من الأشخاص المعروفين الشيخ محمد المنصور، ربما كان هو أحد أقران الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقولون من شدة صحبته للقرآن أنه في الليلة التي قالوا أنه يعني بدنو أجله قال: اتركوني، يعني لا أحد يدخل علي الغرفة. كان في المستشفى طبعا في آخر حياته. فيقول: بدأ من سورة البقرة من الصباح وختم القرآن في قبل الغروب، ثم بعد أن ختم القرآن توفي. الشيخ إبراهيم عزت أحد علماء مصر، ربما القليل الذي يعرف هذا الرجل. هذا ربما جلس سنين طويلة يفسر القرآن وهو على منبر الجمعة، حتى كان لدخوله يعني هيبة. يقول لي أحد الشيوخ الذين كانوا يحضرون لخطبته، يقول: فقط بمجرد ما يدخل يعني ليخطب الناس تبدأ في البكاء. أعطاه الله هيبة وإيمان وشيء عجيب. فيقول: سبحان الله، فسر القرآن كله فوق منبر الجمعة، ولما ختم بسورة الناس آخر القرآن توفي. نعم. كذلك من الأشخاص اللي أنا يمكن قريبين مني جدا شخص اسمه أستاذ يوسف منصور، أحد دعاة المعروفين في أندونيسيا. هذا دعاني في أندونيسيا فاستغربت من طريقتهم مع القرآن. يعني اعتقدت أن أهل يعني الخليج والمملكة كذا يعني هم نعم يحبون القرآن ويفتخرون به ويطبقون بحمد الله، ولكن أحيانا تجد في بلاد أخرى أناس عندهم يعني حب شديد للقرآن بشكل يعني ما يصدق. ما تقول أنك في هذا الزمن. فيوسف منصور أنا يعني ألفيته في أندونيسيا، يقرأ في السيارة، يقرأ في المطار، يقرأ في السوق، يقرأ وهو يمشي، يقرأ وهو يتمشى. لما نرجع من بعد جولة طويلة في الصباح على بعض المراكز الإسلامية وكذا، نحن نرجع نأخذ قيلولة بعد الظهر، هو لا يجلس بعد الظهر يقرأ قرآن. فتقول: سبحان الله، شفت يعني أنا بالنسبة لهم ولا شيء، وكنت أزعم في يوم من الأيام أنني قارئ لكن تكتشف من خلال السفر، من خلال التجوال، أن الله عز وجل أعطى أشخاص آخرين حب القرآن وتعلق بالقرآن أكثر مما أعطاك وأكثر مما أعطى غيرك. فهذه نعم الله سبحانه وتعالى يسوقها يعني لبعض عباده، وهذه نعمة. أنا أقول التعلق بالقرآن والصحبة مع القرآن نعمة عظيمة. كلما الإنسان يعني استشعر هذه النعمة، وكلما يعني أدى زكاتها بالتلاوة بالفهم بمجالس القرآن، كلما ثبتت هذه النعمة لديه. لكن كلما استغنى بهذا القرآن بكتب أخرى، يعني أنا أتصور بعض الناس اليوم يقرأ في كتب مترجمة غربية أكثر مما يقرأ في القرآن، يقرأ قصص الأدباء والشعراء أكثر مما يقرأ في القرآن، يسمع قصص في المجالس أكثر مما يعرف من قصص القرآن. وهذه مشكلة كبيرة نحتاج فيها أن نعود يعني عودة صادقة إلى كتاب الله، أن نتعلق به، أن نستمد من هذا القرآن المبادئ، القيم، المنهج، الأخلاق. ما نحتاج كتب كثيرة في البيت، ما نحتاج تفاسير كثيرة في البيت، ما نحتاج قصص حتى نتأثر.